فيلمنا بيبدأ مع جوليا وجوزها فرانسيس اللي لسه واصلين مطار رومانيا علشان شغل فرانسيس، وبيوصلوا السكن وبتلاحظ جوليا ان المكان مش راقي، وبتلاحظ ان في حد قاعد في شباك العمارة اللي قصادها. ولما بيدخلوا الشقة بتكون كهرباء الشقة بايظة. وبعد ما بتمشي صاحبة الشقة فرانسيس بيلاحظ ان جوليا مش مبسوطة بالشقة، لكن جوليا بتقوله انها كويسة. وبالليل بتشوف جوليا واحد في العمارة اللي قدامها بيراقبها، وبتطلب من فرانسيس انه يصحيها وهو نازل شغله. لكن تاني يوم بتصحى جوليا لوحدها، وبتلاقي فرانسيس مصورها وهي نايمة وكاتب لها انه لقاها نايمة مرضيش يصحيها. فبترتب البيت وبتجهز وبتنزل تفطر في مطعم، وبتروح المتحف. ولما بترجع بتشتري تمثال هدية لفرانسيس. ولما بتوصل بتتفاجئ ان باب الشقة مفتوح، وبتطلع صاحبة الشقة بتصلح لها الكهرباء. وبتفضل جوليا مستنية فرانسيس، لكن بتلاحظ ان الشخص اللي قدامها بيراقبها، فبتطفي النور وبتقف تشوفه. بعدها بيوصل فرانسيس وبيسألها بتعملي ايه، فبتقوله ان في حد من الجيران بيراقبها. وهم بيتمشوا بيلاقوا الشرطة والاسعاف وناس ملمومة، وبيعرفوا ان في جثة حد لقاها. وتاني يوم بتشوف جوليا صورة البنت اللي لقوا جثتها في الاخبار، وبتسأل فرانسيس عن تفاصيل الجريمة، لكن بيقول لها مفيش تفاصيل. وبيقول لها انه عازم صاحبه في الشغل ومراته على العشاء، لكن بتكون جوليا لسه متضايقة من الشخص اللي بيراقبها. فرانسيس بيقول لها انه ممكن يكلمه لو هي تحب، لكن بتقول له لا. وبالليل بيوصل صاحبه ومراته، وفرانسيس بيقول لهم على الحادثه اللي شافوها، لكن ايمون صاحبه بيقول له ان الموضوع ده مش جديد، وان في شخص اسمه العنكبوت بيموت البنات وبيقطع راسهم، ولسه الشرطه ما قبضتش عليه. وجوليا بتتضايق من الكلام، فبتقوم تقف عند الباب وبتشرب سيجاره. في الوقت ده بتشوف جارتها إريانا، وبتقول لها انها ساكنه في الشقه اللي جنبها، وبتقول لها لو سمعت منها صوت عالي تخبط لها على الحيطه. وتاني يوم بتنزل جوليا تشتري الجرايد، وبتدور على معلومات عن الضحية اللي لقوها، وبتلاقي اخبار كتير عن جرائم الرجل العنكبوت. وبتبدأ تقلق، وهي ماشية في الشارع بتحس ان في حد بيراقبها. حتى وهي في السينما بتحس نفس الاحساس. فبتطلع من السينما وبتروح السوبر ماركت علشان تشتري حاجات، وهناك بتلاقي نفس الشخص جه وراها، وبتحس بالخوف وبتوقع الحاجات من خوفها. فبتستخبى منه وبتبص عليه، وبتلاقيه واقف يدور عليها، وبيشوفها موظف وبيطلب منها تطلع بره، وبتسأله على باب خلفي وبيدلها عليه وبتخرج منه. ولما بتروح بتقول لفرانسيس على اللي حصل، لكن جوليا بتكون متأكدة ان في حد بيراقبها. فبياخدها ويرجعوا على السوبر ماركت، وهناك بتقابل الموظف اللي شافها، وبيقول لها انه كان فاكرها داخله تسرق، لكن جوليا بتقوله ان في حد كان بيطاردها. وبتطلب منه تشوف كاميرات المراقبة، وبتشوف الشريط مع فرانسيس، وفعلا بتشوف الشخص اللي كان بيطاردها، لكن وشه ما بيكونش ظاهر قوي. وبتاخد صورته على الموبايل وبتقعد تراقب الجيران طول اليوم. وفجأة بيخبط باب الشقة، وبتروح تفتح وهي خايفة، وبتطلع واحدة بتدور على القطة بتاعتها. وجوليا ما بتكونش فاهمة كلامها، وإريانا بتقول لها انها بتسأل على القط بتاعها. جوليا بتقول لها انها ما شافتوش، وإريانا بتعزمها عندها لحد ما فرانسيس يرجع. وهناك إريانا بتحكي لها عن حبيبها، وبتوريها المسدس اللي جابه لها علشان تدافع بيه عن نفسها. وبترجع جوليا بيتها وبتلاقي نفس الشخص بيراقبها، فبتقرر تشاور له علشان تتأكد إن كان بيراقبها ولا لا. وبتتفاجئ إنه كمان بيشاور لها. وأول ما بيرجع فرانسيس بتحكي له اللي حصل، فبيبلغ فرانسيس الشرطة ويحكي لهم على اللي حصل، وبيروح مع الضابط علشان يشوفوا بنفسهم. ولما بيرجع بتتفاجئ إنه متغير، وبيقول لها إنه إنسان عادي مش بيراقبها ولا حاجة، وانه طبيعي يشتري حاجات من نفس السوبر ماركت لانه ساكن في نفس المنطقة. وهنا بتتخانق جوليا مع فرانسيس، وبتقول له انها عايزاه يصدقها. وتاني يوم جوليا بتشوف الشخص اللي بيراقبها ماشي في الشارع، وبتقرر تراقبه، وبتفضل ماشية وراه لحد ما بيدخل كافيه. وبتتفاجئ ان إريانا بتشتغل في نفس الكافيه، وبتسألها عنه، فبتقول لها انه شغال عامل نظافة وما تعرفش عنه اكتر من كده. وبترجع جوليا البيت وبتكون قلقانة، وبتحلم ان الشخص ده بيموتها، لكن بتصحى من النوم على صوت دوشة جاية من شقة إريانا. فبتروح تخبط عليها، لكن محدش بيرد. وبيطلع الجيران علشان تشوف فيه ايه، لحد ما بتفتح صاحبة البيت الشقة، لكن ما بيلاقوش حد موجود. وجارتها بتلاقي القطة بتاعتها، فبتقول لها ان القطة هي اللي عملت الصوت ده. بعدها بتقف صاحبة البيت مع فرانسيس، وبتقول انها مش عايزة مشاكل عندها، لكن جوليا بتكون حاسة ان إريانا حصل لها حاجة، وبتتصل تطمن عليها في الشغل، فبيقولوا لها انها ما جاتش الشغل. بعدها بتسمع صاحب إريانا بيخبط عليها، فبتطلع تطلب منه رقمها، وبيتصلوا بيها ومحدش بيرد. وقبل ما يمشي طلبت منه طلب انه يروح معاها على عمارة الجيران، وبيروحوا على شقة الراجل اللي بيراقبها، وبيقف يخبط عليه لكن محدش بيرد. وبيطلب منها لو شافت إريانا تقول لها اتكلمه، وبيمشي. بعدها بتقرر جوليا تخبط عليه، ولما بيفتح الباب بتلاقي راجل عجوز، لكن قبل ما بتمشي بتشوف نفس الشخص اللي بيراقبها. ولما بترجع البيت بتلاقي الشخص ده جايب الشرطة لانه اشتكاها علشان ضايقت ابوه، وبيطلب منهم الضابط يتفاهموا من غير مشاكل.
وبتلاقي جوليا خبر القبض على العنكبوت، وبيطلع الراجل اللي لقى الجثة وبيعرفوا انه عليه قواضي اعتداء كتير. بعدها جوليا بتروح مع فرانسيس حفلة تبع الشركة اللي فرانسيس شغال فيها، وهناك بيتكلموا عن الحادثة والراجل العنكبوت اللي اتقبض عليه. فبتتضايق جوليا وبتسيبهم وتمشي، وبيخرج وراها فرانسيس وبيحاول يهديها، فبتسيبه وبتركب المترو. ولما بتقعد بتلاقي نفس الشخص اللي بيراقبها قاعد قدامها، فبتخاف جدا وبتقرر تنزل. لكن فجأة المترو بيقف، فبتسأله عن سبب وقوف المترو، بيقول لها ممكن يكون في حيوان على الطريق. وبتقرر جوليا تواجهه باللي بيعمله، لكنه بينكر. وهو بيتكلم بتشوف جوليا الكيس اللي معاه، وبتهيأ لها ان في راس بني ادم، وبيقول لها انه بيراقب الجيران من باب التسليه، وانه اتضايق انها عملت ازعاج لباباه. فبتعتذر له جوليا وبتنزل من المترو، وبترجع جوليا علشان تلم هدومها علشان تسافر. لكن فجأة بتسمع صوت من شقة إريانا، فبتطلع تخبط عليها وبتتفاجئ ان الباب مفتوح. ولما بتدخل بتتفاجئ ان جسم إريانا على الكرسي من غير راس، وفجأة بيهجم عليها شخص بكيس وبيحاول يخنقها، وبيقع منها الموبايل. والشخص ده بيقول لها ان الكيس فيه فتحات علشان تتنفس، وبيطلب منها ما تصرخش علشان الهواء ما يخلص. ولما بيشيل الكيس بيطلع هو نفس الشخص اللي بيراقبها، وبتصرخ جوليا وبيضربها بالسكينة. وقتها بيوصل فرانسيس وبيدور عليها، وبيلاقي الشنطة جواها هدومها، وبيستغرب انها مش موجودة. وجوليا بتكون بتحاول تجيب المسدس بتاع إريانا، وبيقف القاتل وهو مش عارف ان فيه مسدس، وبتتعب جوليا وبيغمى عليها، وبينام قدامها وبيفكرها ماتت. فبيقوم يغسل ايده، لكن بيلاقي بنت من العمارة بتاعته بتراقبه. وفرانسيس بيرن على تليفون جوليا وبيسمعه من ورا الحيطة، وبيروح يشوفها، وبيكون القاتل طالع علشان يمشي، لكن بيلاقي فرانسيس قدامه فبيحاول يهرب. لكن فجأة بينضرب بالنار، وبتطلع جوليا لسه عايشة وقدرت توصل للمسدس وتقتله. بعدها فرانسيس بيطمن على جوليا وبتأكد انه كان عندها حق في كل كلامها. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو حابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.